اذا كنتي بوغوص وزوين استغلها لصالحك. باك لاباس عليه، ما تحماقش عليا ودير فيها راسك بوحدك في هذه الحياه هذه، استغلها لصالحك. سميتك معروفه في البلاد ووازنه، ما تبداش صغير، استغلها لصالحك. كنتي طويل وتيق في راسك، عندك لسان حلو وكاينه الهبه والحضور ديالك عنده قيمه، هذا الشيء ماشي غلط، هادو ادوات مهمه بين يديك، استغلها لصالحك. اي امتياز عطاتو لك الحياه خذو واستغلوا لصالحك، حيت حنا عارفين الحياه ماشي عادله وما كايناش مساواه. اكيد الحياه كتكافئ وكتجازي داك اللي فاهم هاد الهضره هادي وفاهم الواقع كيفاش داير، ماشي داك اللي كيعيش دور الضحيه. الحياه دائما كتحترم اللي عارف يحط راسو في البلاصه الصحيحه. ناس تولدات عندها علاقات، ناس عندها فلوس، ناس شكلها زوين، ناس عانات حتى ولات قويه على غيرها. كل واحد واخد النصيب ديالو في هذه الحياه هذه. ولكن فين كاين المشكل؟ دائما المشكل كاين ان الناس بزاف ما راضيينش بداك الشيء اللي عندهم وداك الشيء اللي عطيهم سيدهم. اذا عليها خاصك تخلي راسك ذكي، واذا كان عندك واحد الامتياز او شي هبه عطاها لك سيدي ربي ما تضيعهاش واستغلها بطريقه صحيحه. فدائما تنرجع كنقول استغلها لصالح.